الحكاية دي يا أصحابي هقول لكم حكاية القط قطقوط اللي كان رايح يجيب لعب علشان بكرة العيد. صحي القط قطقوط من النوم، كان فرحان جدا ومتحمس عشان بكرة العيد. أخته أخدته عشان يجيب هدية لنفسه احتفالا بالعيد. راح القط قطقوط مع أخت السوق عشان يجيب لعبة جديدة، بس قطقوط وقف محتار يختار ايه، يجيب عربية ولا يجيب عجلة ولا يجيب نضارة ولا يجيب كورة ولا يجيب شوز جديد ولا يجيب ايه ولا ايه. اختار كل الهدايا، لكن اخته قالت له لا يا قطقوط لازم تختار حاجة واحدة بس. سرح قطقوط بخياله وفضل يبص على الألعاب ويقول اختار ايه علشان اكون الافضل بين صحابي. وعد وقت طويل قوي وقطقوط لسه بيفكر ومقررش ياخد ايه. فضل يفكر ويقول اختار عربية علشان اكون سريع وسط صحابي، ولا اختار نضارة شمس عشان امشي وانا فخور بنفسي وسط صحابي. اخته قالت له يا قطقوط اختار اللي انت بتحبه واللي يناسب ليك، ما تختارش الحاجة اللي تخليك احسن وسط صحابك. فكر قطقوط واختار العجلة الحمراء وروح بيته. واول ما وصل عند البيت فضل يلعب وسط صحابه بالعجلة الحمراء اللي هو اختارها، وفجأة لقى الكلب كلبوب معاه عربية جميلة قوي وسريعة جدا، وكل أصحابهم أعجبوا جدا بالعربية بتاعت كلبوب عشان كانت سريعة جدا ورائعة. قطقوط بص لهم كده، قطقوط رجع حزين وراح عند أخته وقال لها أنا عايز أرجع العجلة الحمراء وأجيب عربية جميلة وسريعة زي كلبوب. أخته قالت له ليه يا قطقوط مش أنت بتحب العجل؟ قطقوط قال لها لأ، أنا عايز أكون رائع زي كلبوب، لازم أبدل العجلة وأجيب عربية جديدة. وفعلا راح قطقوط ورجع العجلة الجديدة وجاب عربية زي بتاعة كلبوب. وأول ما وصل عند بيته وعند أصحابه فضل يلعب بالعربية بتاعته الجديدة، لقى الأرنوب صاحبه لابس نظارة شمس جديدة وجميلة جدا، وكل أصحابهم كانوا فرحانين بيه وقالوا له يا أرنوب النظارة دي جميلة جدا. زعل قطقوط تاني وفضل متضايق إن كل أصحابه بيبصوا على أرنوب ويقولوا له نظارتك جميلة ومحدش قال له حاجة على العربية بتاعته. راح لأخته وقال لها أنا عايز أرجع العربية وأجيب نظارة شمس زي أرنوب. أخته قالت له يا قطقوط ما ينفعش تبص للي في إيد غيرك يا قطقوط ولازم ترضى باللي معاك. لكن قطقوط اعترض على كلامها جدا وقال لها خلاص خلاص دي المرة الأخيرة مش هغير حاجة تاني. وفعلا راح قطقوط وغير العربية الجديدة وجاب نضارة شمس زي أرنوب. ولما رجع البيت ولبس نضارة الشمس الجديدة برضه ما كانش مبسوط لأن هو ما كانش لاقي حاجة يركبها ويلعب بيها. وفكر تاني يرجع يجيب العجلة الحمراء اللي كانت عاجباه أول حاجة، وراح يرجع العجلة بتاعته الحمراء اتفاجئ إنها اتباعت. قطقوط قال لنفسه يا ريتني كنت اقتنعت باللي في إيدي بس وما بصيتش لحاجة غيري، أكيد دلوقتي كنت هبقى مبسوط بالعجلة الحمراء بتاعتي.